أساعدكم. أني نور من الناصرية، حباني شاب ب2017. الولد هو حباني وهو راداني، بس أنا كنت ما أحبه. صار لي شهرين ما أحبه، بس هو اللي يحبني، وكنت دائما أشوفه من أروح وأرجع للمدرسة. وبوقتها كنت طالبة أول متوسط، وكنت ما أحبه لأن أقول بعد وقتها هاي السوالف يستووني بالأول متوسط وزينة لحي. هاي الشغلات للكبار يعني للكليات وهيجي. فبعدها بشهرين يعني شفته حيل قافل عليه، قلت ليش ما أحبه؟ جوز هو صدق يحبني، جوز هو صدق يرايدني. يعني كنت شوي أشوف بين شباب يضحكون على البنات، قلت جوز هو لا عكسهم، خلي أحبه. حبيته بس ما خابرته من أي يعني ما كان اتصال بيناتنا، كنت فقط أشوفه من أروح وأرجع من المدرسة. أشوفه أرجع من أروح وأرجع للمدرسة. بعدها شوف يعني جت عطلة صيفية، فقلت ما يصير نبقى هيجي، راح حاجته من جواز عمي، وكنت أول مرة أحاكي بيها. فقلت له وحاكيته وعرف إنه أنا اللي أحكي وياه، الشاب اللي أنا أحبه صديق عمي. فبعدها قمت يعني دائما أحاكي من جهاز عمي هاي. بعدها قمت ما أقدر أخذ الجهاز، يعني صارت عندي شوية صعوبات بأخذ الجهاز، فقمت ما أخذنه. فطلبت منه إنه يثبت الفايبر على مود أحاكي. أنا كان عندي جهاز بس ما كان عندي خط، يعني ما كنت أقدر أحاكي من جهازي. طلبت منه إنه يثبت الفايبر، فحاكيته على الفايبر من جهازها لأمي. فظليت أحكي وياه على الفايبر من جهاز أمي. بعدها بيوم من الأيام أخويا، ما أعرف إنه أخويا ما أعرف أخويا راجع، شفته بس من طلع. دخلت الاستقبال، كان جاي أحكي وياه، كان إجا أخويا طلب مني إنه أفتح الجهاز إله. قلت له لا عفوا ما أعرف شنو. قال لا افتحي لي، فتحت إله. شاف المحادثة بيناتنا، قال شنو هاي، شو مسوي انتي؟ ظليت ساكتة. قال منو هذا؟ ما قدرت أقول أكذب عليه لو شي، يعني ما أجا بلساني بس هاي الكلمة إنه هذا محمد صديقك. قال سويت زين وهاي. فرحت أخذ من الجهاز وهو راح ضربني، ظل يغلط علي، ظل يحكي علي، لعب بي لعب. بعدها قام يعني يضربني، دائما يضربني بكثرة، يغلط علي، ما أعرف، قام ما يحترمني، ما أعرف إيش بيه. فبعدها ظليت ما أحاكي لمحمد لمدة 14 يوم. في يوم من الأيام رحت لخوالي، أخذت جهاز بنت خالتي وحاكيته من عندها. قال بالي ظل يمك وما أدري شنو. قلت له لا زين الحمد لله، بس أنا ما أقدر بعد أحاكيك من جهاز أمي. قال أنا راح أظل فاتح الواتساب، وأنت وقت ما تقدرين تاخذين جهاز خبريني على الواتساب. قلت له ماشي. ظليت أحاكي على الواتساب بس من جهاز أمي أيضا. في يوم من الأيام، بس أنا ما كنت أحكي وياه دائما، كنت أحكي وياه نوبات الظهرية ونوبات بالليل. في يوم من الأيام أخذيته بالليل، شفت أني أهلي من ناموا، بس ما أعرف إنه أبويا قاعد. فأنا يعني كل ظني إنه أبويا نايم. فبعدها قاعد أنا بالصالة، فقام أبويا أخذ مني الجهاز. قال شو تسوين قاعدة؟ قلت له جاي بابا باليوتيوب. قال اعطيني الجهاز. أخذ مني الجهاز، دخل على الواتساب ورا المحادثة كلها. الصبح ما حاجاني بالليل، الصبح صحاني قال ويا البارحة تحكي؟ قلت له نسيته هو محمد. قال ايش سويت انتو ليش رجعتوا؟ احنا مو قلنا لك بعد لا تسوين وما اعرف شنو. ما حاكيته، قلت له ما اقدر احكي. خليت وطلعت من الغرفة. فظليت ما أحاكي لمدة تقريبا أيضا 14 يوم 15 يوم. أيضا رجعت وديت رقم بنت خالتي نفسها، حطتني خابرته من عندها. قلت لها أنا لازم تحاكينا وتشوفينا شنو هو صار. قالت ما شاء أنا حاكيك يا حاكيت لي وها. قالت له هي زينة وتسأل عليك وما أعرف شنو.
بعد من ما حكيت بنت خالتي هني قاموا ينطوني الجهاز، هو مسح الواتساب والفايبر. ظليت أني نوبات يعني إذا أكو جهاز بالبيت في رصيد رأسة آخذ الجهاز أحاكي من عنده وأرجعه. يعني تصوروا الشاب كنت ما أحبه أني قمت يعني لا أعيش أتنفسه، يعني اليوم ما أحكي بيه كأنه ما أعرف.